بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فحيا الله عز وجل جميع الإخوة والأخوات الحضور، بارك الله في الجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. حيا الله أخوي أبو تراب، كيف حالك؟ لا، هو رامي نسى يقول يعني هو تلميذي وأكل عندي كتاكيت. حيا الله أخوي فري، كيف حالك؟ هو يا إخوة بارك الله فيكم، هو أنا بس أريد مشاركة صغيرة من كلمتين. الأول بالنسبة الفرق بين أهل السنة والجماعة الذين شرفنا الله عز وجل أن نكون منهم، وندعو الله عز وجل أن يثبتنا على هذا المعتقد إلى أن نلقاه ونقف بين يديه سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله يبارك فيك أخويا أكرم، كيف حالك؟ عساك بخير. فأهل السنة والجماعة أولا إذا أراد أن يعتقد شيئا فإنه أولا يبحث عن الدليل، فإذا وجد الدليل اعتقد ما دل عليه الدليل، ولذلك تجد هذا المعتقد ثابتا راسخا رسوخ الشم الرواسي. أما غير هؤلاء، أما غير أهل السنة والجماعة، حيا لك أخويا مالك، كيف حالك؟ الله يبارك فيه. أما غير أهل السنة والجماعة فإنهم يعتقدون أولا، يبنون المعتقد ثم يبحثون بعد ذلك عن أي دليل يضمدون به الخروقات التي بني عليها هذا المعتقد. ولذلك تجد دائما وأبدا تجد معتقدهم يهوى تحت أي ضربة ولو كانت صغيرة، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون. أما أهل السنة والجماعة ولله الحمد فإنهم يستدلون أولا ثم يعتقدون، فبني الاعتقاد على الدليل الصحيح الواضح الصريح. هذه واحدة. ولذلك ترى هنا الفرق بين معتقد أهل السنة والجماعة وبين معتقد هؤلاء. الأمر الآخر كما يقول أخونا أبو تراب جزاه خيرا، الرافضي إذا كان مزاجه عاليا وأحب أن يستشهد بهذه الرواية استشهد بها، وإن وجد في وقت آخر أنها تضره يسقطها عن بكرة أبيها. ولذلك نقول لهم: هل عندكم ميزان تزنون به هذه الروايات أم أنها مزاجية؟ الأمر الآخر، إذا كان علماؤهم، بالغض النظر عن كلمة علماء ولكن تجاوزا، لأن الأصل في كلمة العالم أن العالم هو الذي يتقي الله عز وجل، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخاف الله عز وجل، ونرى هؤلاء لا يخافون الله عز وجل بل يتجرؤون على محارم الله عز وجل ويطعنون في دين الله عز وجل، فأين العلم؟ ولكن نقول تجاوزا حينما نرى في كتبهم هذه الروايات لماذا ذكروها ولم يبينوا ضعفها؟ طيب، وإن بينوا ضعفها ألم يقولوا في كتبهم أن هذه الروايات أخذوها من روايات المعصوم؟ فهل الروايات عن المعصوم تناقض كتاب رب العالمين؟ فإن قالوا نقلها عنهم آخرون، فالذين نقلوا ألم ينقلوا في روايتهم وهم عندهم ثقات وفي غاية الأمن والإيمان؟ فنقلوا عن أئمتهم ما قالوه، فهل أئمتهم يكذبون؟ ولذلك نقول لك أيها الشيعي فكر جيدا، لماذا تقولون دائما نحن لا نأخذ إلا ما صح ويوافق؟ الميزان الحقيقي هو العرض على القرآن، لكن المسألة نظرية. طيب يا حيدر، لماذا حينما تعرضون روايتكم على القرآن فتجدون هذه الروايات تعارض القرآن تقولون نأخذ بكلام الأئمة؟ فأعطيك مثالا على ذلك. حينما تقولون في مسألة الصلاة، أقول لك اعطيني رواية من كتبكم عن الصلاة، لا تجد. انت تتكلم عنهم هم، تمام. فدائما وابدا نجد هذا الحال عند كل الرافضة. فلذلك نقول لهم فكروا جيدا، والمسألة مسألة دين ليست عنادا، المسألة
مسألة دين، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ففكروا، المسألة ليست مسألة حياة الدنيا وتنقضي، بل هي حياة أخروية. ستذهبون إلى الله عز وجل وتقفون بين يدي الله عز وجل فرادا، وسيسألكم عما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا. لن ينفعكم معمم ولن ينفعكم أحد، كلهم سيتبرؤون منكم وستقفون بين يدي ربكم تبارك وتعالى فيسألكم عما قدمتم فماذا أنتم قائلون. أدركوا أنفسكم والأمر ما زال فيه بقية قبل أن تخرجوا من الدنيا، فحينئذ لن يكون هناك أي مجال للندم. الخمس يقره القرآن يا ابن وهبون. طيب يا اسمك ايه يا مازال؟ القرآن يقره الخمس. طيب إذا قرأت القرآن، اسمك علي، طيب يا علي، إذا قرأت القرآن تجد أن الخمس أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار، فهل المعممون اعتبروكم كفارا فأخذوا منكم الخمس على هذا النحو، أم أنكم ترون شيئا آخر؟ هذه واحدة. فإن كنتم تعتقدون أن المعممين اعتبروكم كفارا فيأخذون هذه الأموال فهذا شأنكم. وإن رجعتم إلى كتبكم ترى أن الخمس لا يحل أخذه من الفقير، وأنتم تأخذون من الفقراء لتعطوها للأغنياء، والأخماس إنما تؤخذ من الكفار بعد حرب. بعد حرب. فهل أنتم في حرب مستمرة مع المعممين ولذلك فرضوا عليكم الأخماس يأخذونها من أموالكم لأنكم كفار وقد هزمتم في هذه الحرب؟ فكر يا علي، وهذا الأمر ارجع فيه مرة أخرى إلى القرآن وإلى كتبكم إن كان عندكم أي كتاب. نعم، المعممون اعتبروهم كفارا ففرضوا عليهم الأخماس وأخذوها منهم وأخذوا. أنت لماذا تصلي على رسول الله الصلاة المفتورة يا ابن وهبون؟ اتبع عليك الجبي، وسأتركك لمن يعني يتعامل معك بالعمة الحمراء. يلا أخونا رامي، جزاك الله خيرا. أين أنت؟